السلام عليكم ورحمة الله. أحلى عيلة، وحشتونا جدا حبايبي، احلى عيله في الدنيا. مقلب لسه ما دخلناش بيت بيتهم اهو. احمد وامل. بيتهم اهو. تعالوا معانا، تعالوا شوفوا هنعمل قلت لك ايه. احذر مني. يلا يا شوشو، يلا يا عمده، بس قبل اي حاجه نذكر الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اشترك في القناة ونفعل الجرس للكل عشان يوصل لك كل جديد ولايكات كتير كتير كتير. على صباح العيلة، عيلة عمده وشيماء. دي نقطة شوشو. انا عاوزه اشكركم على دعمكم وتعليقاتكم الجميله وعلى لايكاتكم، واي حد بيشوفنا دلوقتي اوعي يا حبيبه قلبي تنسي اللايك لاختك شيمو كده اهوت، علشان خاطر شيمو احلى لايك منكم. واهلا وسهلا بكل مشترك ومشتركه جديده في قناتنا، نورتونا وكترتونا. والله العظيم. جاهزة شو؟ يلا بينا. شوشو، ايوه يا عمده، شو انت الفاكهة معانا؟ انت راسم على ايه؟ فاكهة معانا يا شوشو، تعالى يا جماعه، احنا هنعمل مقلب خطير. ايه ده؟ ايه ده يا عمده؟ دي حاجة كده ايه على قد ما اسهم لأحلى جمهورية أحمد وأمل. نجيب لهم عينينا يا عمده، بس انت راسم على ايه؟ مش راسم على دول، ايوه احنا راسمين يا شوشو على تفاحتين وموستين وعنبة، يا لهوي وهنخش بيهم يا لهوي. ونسيب الباقي في العربية. ايه رأيك؟ ماشي، الله اكبر. انت شايله محمل يا جماعه. احنا قدام بيت احمد وامل. طب يلا بسرعه لحسن يفتحوا الباب ولا جاهزة؟ حاجه يشوفونا بالصدفه. والحاجات دي هناكلها عندهم. يلا يا عمده. والشنط دي هنروح يا بيها. دماغك. لا، الشنط هنديها لهم يا جماعه، بس احنا حابين بقى نهزر معاهم كده وعاوزين نشوف ردة فعلهم. عمده، شكل السحاب ورا راسك حاجه جميله بجد والله جدا، ورا مثلا حاجه تحفه. بص السحاب يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. عايزين نتقن المقلب يا شوشو بطريقة رهيبة. حاضر حاضر والله. نحسسهم ان احنا شوشو. يلا بينا. يلا بينا. شوشو، عيب الكلام ده ما شاء الله. عيب ايه؟ اسكت ده احنا على بعض والله. هيهركوا يا ده. شيماء، الكلام ده عيب يا شيماء. استنى. انت بتعملي ايه؟ على فكره يا جماعه، انا بحب عيله احمد وامل قوي، بس انا حابه اهزر معاهم. احنا جايبين لهم تفاح، تمام؟ هندخل عليهم بدول كتير يا شيماء. اشيل واحده. خلاص خليهم، انت واحدة انا واحدة. الموز. ايوه. بص هناخد 4 عشان انا بحب الموز. لا يا شيماء كتير. خلاص أنا بحبه. خليهم. ما احنا طيب، اللي هناخده، ماشي. انت فاهم هنعمل فيه ايه؟ ماشي تمام كده. تمام يا شوشو. يلا ادي دوت اهو، ونشيل بقيه التفاح. ماشي. العنب ده بقى ايه نظامه ايه؟ نشيل طبق العنب التاني. بعد ما نخلص مقلبنا ابقى اخرج هات لهم حاجه. حط لهم عنبتين يا شوشو. لا، ما احنا حاطين لنفسنا الطبق اللي احنا هنخلصه. فيه؟ طيب في قشطة. أهو. ماشي يا شوشو. عايش يا شوشو. الله ينور عليكي. حد يدخل لحد انا مش قصدي حاجه والله يا جماعه، كتر الف خير كل حد بيجيب، عشان لو حد بس بيجيب الكميه ديت ما يزعلش مني. بس يعني ايه، احنا حابين ندخل لهم بحاجه كويسه وحاجه قيمتهم. لا، الناس دي على راسنا كده أكبر كده، من كده. الناس دي على راسنا كده، بس احنا عايزين نعمل فيهم مقلب بنهزر معاهم. ده هزار والله يا جماعه. الناس دول قيمتهم اكبر من كده بكتير. طبعا طبعا قوي طبعا قوي قوي. الناس دول حبايبنا. بس احنا بقى يوتيوب بقى ومقالب بقى وجايين نهزر مع بس بعض. الكميه دي كتير يا شوشو. يلا بينا، يلا خش عليهم. خش يا شوشو. ايه؟ اول ما ندخل انا هقوم امل او هقوم اسماء، ايا كان اللي قاعد معانا. تمام. هقوم هعمل نفسي رايحه معاهم في اي حته. ماشي. تثبت الكاميرا واحنا مش موجودين بسرعه. يا باشا وانا تلميذ، وانا تلميذ. ثبتها وطي صوتك بس عشان محدش يسمعنا يا شوشو. يلا بقى. يلا حبيبي ابو حميد، تسلم يا حبيبي. نورك يا حبيبي، ربنا يخليك. الله يكرمك، تسلم يا رب. ايه يا عمده، ايه نور الدنيا يا حاج. اخبارك؟ الحمد لله، وحشني والله العظيم. بص، عايزين ننزل كلنا لفه في البلد كده. ناخد يا حاج لفه بس كده. لفه انا وانت كده، ايه، بالعربيه كده، تبقى سهره ليليه كده، ايه. هتفضل تسهر ولا هتنام مني؟ مش، لا، هننزل هتنام مني. ننزل نلف في الشارع كده، بره كده في الطلاق كده. ماشي، وعشيك عشوه حلوه والله العظيم. بص، نضرب عشوه حلوه. عشوه بقى سمين بقى وكوارع. لا، سمين ايه؟ عشوه السمين، كفته وكباب. طيب عايز يقول لي لسك فيه. لا على الله بقى، ساعه ما نشوف طيب. نروح امتى ونظبط. دلوقتي كده كنتاكي وناكل حاجات اللي عايزين بقى، حاجه اللي فيها زفر بقى. لا، حته حلوه كنتاكي والكلام. انت عايز كنتاكي؟ شغل انا ماليش في الزفر. انت شكلك بتحب ماشي. الكوارع. ماشي. تمام، جاهز عامل ايه؟ جميل.
بجد والله الجو بره نسمه الهواء جميله ما شاء الله. انتوا كمان علشان استاذ احمد رشش بالخرطوم فريحه الخضره كده تحفه. اصلا الفيلا دي كان الجامعه بتاع البحيره البحيره دي بتحدف على اصلا هوا. هوا ما شاء الله يا سلام بقى. ده النور يا جماعه. نورك يا ماما، ازيك يا ماما؟ جايين منورة الدنيا والله. زي خارجي ريحتك يا ماما. الجو حلو. لا لا لا، مش اي حاجه ولا اي حاجه. احنا كنا جايبين لكم شويه فاكهه كده. شويه فتره كلهم ما مقطعين بقى. الفاكهه هنا انتوا جايبين لا يا ماما لا لا لا، ده حاجه بسيطه يا ماما. ده كلهم مقطعين. احنا عايزين نغسلهم يا عم. يا عم نغسلهم ولا هو نغسلهم؟ لا عايزين الفاكهه هنا زي العسل، زي العسل الفاكهه هنا. والله العظيم مسكرة والله مسكره قوي جميله. امبارح السوق والله جبت شوية حاجات من تحت كده، بس بيبيعوا هنا في المحلات، ما هو السوق. ايه ده يا عم؟ ما هو السوق خضار. ايوه وفي. لا برضه محلات بتبقى يعني هو عايز سوق يعني شارع يكون بقى فيه زي عندنا كده، الناس هنا بيبيعوا في كده محلات وفيه. بس. اه يعني هنا في المحلات لما جبت فاكهة من محلات امبارح، بس حلوة يعني جميلة برضه. طبعا حلو. اه. طب بنجربها. بنجربها يا جوش. هي الله يكرمك يا رب. يا عم قول بس انت اتبسط. لازم تتبسط معايا انت كمان يعني. والله العظيم يا اخويا حبيبي. ليه ده يا عم؟ ربنا يسلمك. الله يخليك يا والله رب. بشرف. ربنا يخليك ده يا نورك يا رب. ماما. نورك يا ماما. ماما كانت قاعده معانا بره بس احنا ما كناش عايزين نطلع الجو بره سهل بقى ان انت ناديت علينا. لا الجو جميل. يستم الهوا يستم والله. ده امبارح بالليل الواحد ما كانش عاوز يدخل خالص كده. انا فاكره ان الجو بارد، ده الواحد بيتغطى. اه يعني بتيجي كده الفجر كده تحس ان الجو بارد، حتى بخاف على العيال اللي ياخدوا برد بقول لهم غطين لو باي حاجه خفيفه. حاجه في بطانيه بقى يعني حاجه بس برضه تتحر كمان شويه، ممكن تتحر برضه يعني الجو ايه مثلا 7 الصبح دي جو حر. انت منوره الدنيا والله يا ماما. ربنا ما يخليك. شاء الله عشان انتوا هنا طالعين على البحيره ده الجو طيب. فهواها بيجي على طول على البلكونات. بصراحه البيئه مش محتاجه تكييف ولا مراوح خالص هو بس الشباك بسم الله ما شاء الله يتفتح مع طيار هوا يعني طياره حلو. هوا جميل. ما شاء الله. ايه يا عم الفاكهه فين يا عم انت؟ اقول لك حط الفاكهه، مش عايز تجيب فاكهه؟ ده يكونوا بياكلوها جوه يا عمر. انا مش عارف يا ابو حميد يلا يا عم. امل بتغسل. امال يقول لي ناكل سمين وكفته، يقول لي لا ناكل كنتاكي. كنتاكي من عند قلت له سمين وكفته قال لي لا. طب كباب سمين وكوارع قال لي لا. كباب وكفته قال لي لا. قلت له طب ما احنا مالناش في ماكو كنتاكي. قال لي لا هو اللي فيه خلاص عايز ماشي. كنتاكي. ناكل كنتاكي يا عم. ده كتير يا عم، ده كتير. ده كتير يا حاج. طب استنى عشان انا قدامك استنى والله بس يلا. يا سيدي معلش. معلش يلا. بس يا اموله هاتي الكيس اللي كان فيه الفاكهه. هستأذنك. حاضر هو بس كان فيه الكيس اللي فيه الفاكهه. حاضر. ماشي هم حبيبي. هنا يا عم. انا اسف، انا عايز احطها لك. لا يعني مش كلام. خد يا عم. خليهم هنا مقفولين كده. ربنا يخليك. تسلم. تحب انت ايه فانوس؟ الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اه. تسلم ايدك. انت جايبه تسلم. كيس ايه يا عم انت؟ لا طب بالليل بقى معلش. بص انا اصلا انا مش دول هيجيلي كيس العنب ده دوته اكلهم جميل. يعني اشرب من غير البنات. جميل بيشربوا. هديك بقى مشروع نروح والله بقى. العظيم. بص مشروع خش فيه انا وانت. كل يا تاني. ايه قلبي بتاعي كله. عايز ايه يا توت؟ عشان كده هم في المشروع. عندي مشروع حلو قوي. كيسنا ذهب. بس تخش معاك بقى قلبي جامد كده. اعمل لي فنجان قهوه. وانا بس الله يكرمك. هتشرب بس مش لا، لا، دلوقتي لا. شويه يعني اقعدي يا عم انا بغربش هحبك. الفاكهه. اقعدي رايحه فين؟ فاهم؟ اقعدي خلاص ارتاحي. والله لا خلاص مش عايز دلوقتي مش عايز. خلاص. تعملوش معمات دلوقتي اصبري. انا اعمل له استاذ عماد، اعمل له دول استاذ انت عماد. بالعنبه دي؟ لا لا هو عايزين. انتوا عندكم بن؟ عنبه جميله جدا. طب الله كلها يخليك توتة. يا عمو، لا قبل ما امشي كده معلقتين 3 في كيس. حبيبي حبيبي والله. بس كده انا جايب كيلو من البلد انا يعني. جايب لك بن برضه بس انا نسيته بصراحه. انا جايب كيلو من البلد اديك نص وانت رايح. طيب ماشي يا حاج. جاهز نص وشي. ماشي. المشروع لا اكلمك فيه بس بجد والله. والله عمال اقول للشيماء عليه مشروع كتاكيت. كتاكيت؟ ايه رايك نجيب كتاكيت؟ الكوت جنيه مش عارف جنيه ونص اليومين دول نظبطه كده اسبوع نبيع مع لا انا سامع حد بيبيع حاجه الكلام ده. بلاش كتاكيت ارانب. كان زمان خالص ايام ما كانت كتكوت بجنيه
كان بربع جنيه. لا لا يا استاذ كان بربع جنيه. لا كان انا عندهم كتاكيت رخيصه يا ممكن. كان بربع جنيه. انت بتلعبوا الله كتاكيت. الله الله، انت بتستنى بس يا مرة دي. ايه عايز يقول؟ بس مخك عشان انت بتخاف من المشاريع. بالنسبة للكتاكيت احنا خلاص سيبك منها. لا ما هو أصل مشروع حلو مشروع الكتاكيت ده، بس ايه بقى؟ نجيبوا البيض الأول. من البيض الاول. عشان نكسب أكتر. نجيب البيض الاول. ازاي يا جدع؟ البيض الاول ولا الفرخه؟ لا احنا هنجيب البيض الأول بعدين نتصرف فيها نعرف نطلع الكتاكيت ده. عايز تعمل مشروع من أوله، يعني بدل ما تجيب كتكوت لا هتبيضة. هتعمل بط ايه بقى؟ احنا هنجيب مكنة بنخلي البيض يفقس بقى. دول كده. كتاكيت ها؟ كتاكيت. بلاش كتاكيت. ارانب. لا بتموت بسرعه. بلاش ارانب. بالنسبة للمشروع بتاعنا اللي هنصوره برضه. لا هات أرانب، بنصحك مواد الأرانب في التصوير. حلوه؟ جامدة. جامده. بقى الأرانب دي بقى كل ما الناس تبص لها أكتر. لا انت ما تقولش ليه؟ مش عارف تقولش ليه؟ قول كده. مش فاهم. فاهمة؟ مش بتجيب أرانب صح؟ لا ماما في ايه؟ لا لا انا مش عارف. أنا بتهيألي أجيب أرانب أحسن. بلاش ارانب. هنفتح مزرعه فاكهه. لا انا بخاف من احمد يقعد ياكل الفاكهه، يقعد يلف على الفاكهه كلها وياكلها. لا لا لا. ماما وامل تخاف على الفاكهة ما مني؟ اول النهارده. ها؟ تخاف على الفاكهة مني؟ طبعا. والله يا عماد. والله العظيم مزارع الفاكهه بتكسب. والله يا عماد يا أخويا أنت سهرتك حلوة وبدايتها حلوة. بجد والله. لا عايزين فاكهه في انا فاكهه. جاي طيب وباكل. ما اللي يعملوا بعشاء لا. دول بس انا عمال اديك وقت مش عارف. لا والله هو يا العظيم. عماد انت بس اعمل لي. يعني انتوا كل لما كمان يا يشوف جماعه كل عندكم فاكهه حط لنا فاكهه قليله كده ليه؟ دي الفاكهه اللي انت جبتها قلت لي اغسليه. والله بيني وبينك احنا قلنا انت جايبه حاجه مميزه، يعني حاجه مش مختلفه، بس يعني عادي يعني. حاجه مميزه اللي هو ازاي يعني يعني؟ حاجه مختلفه، اصل انت قلت اغسلوا لي اللي في الكيس، أنا قلت مثلا ممكن تكون يعني الكيس نفسك في حاجه. حاجه. طب هو اللي في الكيس ما هو وكان كتير يا عم. انا ما بتكلمش ده على كتير ولا طيب ده قليل، تفاحه وموزتين. ما بتكلمش على كتير ولا قليل. انا لما انت قلت اغسله في الكيس انا قلت ممكن الكيس يكون حاجه انتوا مثلا مخصوص او حاجه خصوصيه انت عايزها. لا عادي كنا جايبين لكم الحاجات دي يا عم. دوق كده. ولا انا جايبين دوق كده. وكلناها مع بعض. وغدا والله دي عسل. كلهم بالسهله يا حبيبي. دي هيك ماما لينا. ما تحرمش منهم قاعده. مشروع بعد كده في مشروع معايا. انت هتنام مني ولا ايه؟ موضوع مشروع الكتاكيت ده معلش يا أبويا ما تنسيش بس معلقتين البن. ده كان نص كيلو بن يا شمال. جيب بن ايه؟ لسه نص كيلو بن. جايب كيلو بن من البلد. والله نقعد بقى ننزله معلقتين شويه معلقه نص معلقه اي وناخد. حاجه تطلبوها ان شاء الله هتلاقوها. ده انتوا ربنا يخليك يا ماما، مشرفينا تسلم. ومنورينا والله. لا كنت انتوا متوقع بقى عليكم والله. جايبين استاذ احمد الصبح جاب فاكهه ايه يعني؟ يعني هل حاجه غير كده يعني لا عين موز الفلوس؟ وفاكهه. دي نفس الفاكهه. يعني الفاكهه اللي في اسكندريه تقريبا طب كلها انت يا اللي امل انتوا يعني جايبين مش منها. ايه؟ هي مش موجوده الا الكام نوع اللي انتوا جايبين منه ده. احنا بنحب نجيب دايما الانواع كلها. بس انا يعني انا بنحب لما نقف يعني بص عمده دخل المحل الحمد. تحب تاكل فاكهه يعني؟ مش اكل انا احمد والله مش ما أكيد. بيقول له بس ما جابهاش احنا بنقول عشان العيال وعشان مش بيقول مش اكيد. الله يكرمك. كل ما اديله عنبه شغال. انا ما جابهاش الا عشان امل بس والله. ما انتش كل ما تيجي عنبه عمال تاكلها. شرفتونا يا ان جماعه. شاء الله ربنا يخليك يا ماما تسلمي. بنوركم يا لقيت حبيبتي. من البيت منور ازاي؟ انت مالك المشاريع مالك في ايه؟ انت مالك كده مزاجي هبطت؟ وحش والله. ازيك وحش؟ حاسس ان الجو كده بيني وبينك بامان. اصلا اللي بيتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال. خضار او فاكهه. حاسس ان الجو كده متغير. ما افتح الشبابيك يا والله عم. حاسس ان انت متغير كده في حاجه. حاسس ان انت مش عماد اللي انا اعرفه كده او الاستاذ شيماء اللي انا لا احنا بقى قاعدين مع بعضينا يا عم. بس انا ما بحبش اشتغل في قلبي بامانه. لا قول في ايه اللي حصل؟ ما المشكله ان مفيش حاجه حصلت، بس حاسس ان ما هواش انتوا اللي انا اعرفه. ما انت بتقولي لي ايه اللي حصل، مانيش عارف ايه اللي حصل. ايه في ايه؟ بس انت أنا في حاسس- حاجه حصلت يعني احنا في حاجه بس ضعيفه. يعني اول مره اشوف. يعني انتوا مثلا جايبين حبه فاكهه في كيس. لا ما احنا اصلا هنقوم واجيبكم شويه الفاكهه ده ما فيش. يا اما مش موضوع فاكهه والله. يا بس ماما في انت يا اخي انت في انت والله ما انا عارف. ضيوف ماما جعانين مش يا عم مش موضوع ضيوفنا. انا لا شايلك يعني. على البر من فوق، بس ما هوش انت عماد اللي انا لا أعرفه. بس انت كده ايه يا عم مالك؟ يا اما ما هوش انت عماد اللي تبخل أنا عليا أعرفه. بعنبتين وموزتين. ما هو عشان كده ما هوش انت عماد اللي انا اسكت اعرفه. يا احمد ده ضيوفنا المهم يهدلوهم. لا عماد صاحبه. لا يا ماما بعد ما تقولي لا هو لو مفكر نفسه غريبا عماد محدش صاحبه. ياخدهم.
اعرفه من زمان، ما هوش انا نظر الاستاذ شيماء اللي انا اعرفه. هات لهم البن الاول ينسوها عشان مش مركز معاه في المشاريع، سبت كل ده بسبب انت قال لي انت شايله في الكيس. والله ما قلت اللي انا اعرفه، قال لي انت تاليا هات يا تاليا. طب كل حاجه كل ماشي ياخدهم مني. كل استنى بس انا حاسس ان الموضوع ما يوقعش حاجه طبيعيه. ايه اللي انت عاملها في الكيس دي؟ عامله ايه؟ اللي انت عاملها في الكيس دي. انا اسمع انتوا اصحابي وانا اعرفكم من زمان. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا اول مره اشوفكم. يا احمد لا والله دي حاجه مش طبيعيه. اللي هم عاوزين يا اما هم متفقين مع بعض يعملوا كده. هم وفينا انتوا عاملوا دول عندك اجيب لك كويس سكر مع القهوه يا جماعه. ولا كمان هم اقسم بالله ما ماشيين من هنا. اسمعوا انتوا الاثنين متفقين تعملوا انت كده فصل. ما هو احنا انت كده بتقل بصراحه من يا الوقت. عم انا ما لا بقولش. والله. احنا مش هنمشي هنا كنا اساسا. لا عمده لا بقى انت مش هتعمل نص كيلو بن. عملتك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وانت جيت بيتي مرة واثنين واكتر وتعاملنا مع بعض اكتر. بس انا سؤال معلش يا استاذ احمد. انتوا متفقين مع بعض. لا انت ايه يا ابني؟ سؤال لا اله الا الله. معلش انت وعشان انا واخد عليك وخدنا على بعضينا واخوات والدنيا بقى كده اديني الذوق. يا عم ده مش قلة ذوق. لا انت حاسس ايه الذوق بجد؟ قلة ذوق اقسم بالله. انا بقول ما هوش انت كام. يا حبيبي انت صغير يا عم. بعدين ايه فيروز انت يا ابويا؟ مفيش بيبس، مفيش مريندا، مفيش سيفين. يا عم انا ما معلش برضه يعني. عندنا بيبس. فين يا ماما ده؟ بيبسي. طب هاتي بيبسي يا طب هاتي بيبسي. يا عمولة بس. لا ده بجد بحس ان ده ليه ذوق. جايب له خير الدنيا بتروح مشاريع وتنفعه. يقول لي عشان حاط لي فكيتين يا عم يا ده حتى لو بكتبها وكلتهم كده عشان يا عم ده انا مش هرد عليك غير كلمتين اتنين. انتوا يا جماعه انتوا عاملين فينا فصل ولا انتوا جايين تعملوا ايه؟ اقسم بالله انا لو ما اعرفكوش كنت قلت ايوه ماشي. فرق بين الواقع والخيال. ايوه ما هو مش واقع اللي انتوا دي نص كده انا القهوه. مش قلت انتوا بتعملوا وريني كده البن يا شيماء، وريني كده البن عامل ازاي. انت قلت لهم الكلمه هو برضه مش مصمم انا عامله كاخويا. ده بني سايب. ده فول ساده ده. علينا. لا المطعم مش سايب، ده من مطعم عموله دي. بجد؟ دي بقى من مطعم عموله. استنى يا استاذ فتحتي انا مطحن؟ ايه؟ فتحتي مالك يا ابني في ايه؟ فتحتي مطحن؟ عملتي بعملك زي اخويا امي كده. حاسس ان انا بحلم. والله العظيم قلت لها يا شيماء والله انا اسف. جاي كلام مشاريع. مشاريع كتاكيت لا قلت لك فاكهه. انت مسامي الناس انت ما فاكهه وانت كلمني المشاريع مع اجيب كتاكيت. لهم حاجه ساعه يا ايه جماعه. المشكله؟ بتاع كتاكيت. طب الفاكهه ما انت مسافر الفاكهه وانت قلبت وشك. اقسم بالله عمده انت ما معكمش ازاز من دي صغيره؟ دي لقطه انا مش فاهمها. اللقطه دي ان انتوا مش طبيعتكم انتوا الاثنين. انا معلش اللي في قلبي بقوله وخلاص. يا ابني زمان كنا بنتكسف، دلوقتي بقى انا ماما فاديه على راسي واستاذ امل اختي وشيماء اختك وانت حبيبي واخويا. خلاص في عيله واحده بقى. ايه الجديد والغريب يعني؟ هو ايه المشكله؟ لازم افضل قاعد مربع عليها كده وانا قدامك. انت مثلا دلوقتي وانت قاعد انت واموله ايلين مثلا هتاخد لها الكنزيه بتاعتها في الشنطه. اعملي كده لما تروحي مكان. لا طبعا ما ينفعش لما تروحي مكان. انتوا بتقنعوا فينا على فكره. لا لما يكون البيت بيتك وكده عايزنا نتعامل قاسي يعني. بالله شفتي ماما؟ عايز خد حقك يا عم. هي دي يعني والله العظيم هو واخد حاجه. ايوه انا قلت لك في حاجه مش طبيعيه. انتوا متفقين مع بعض. يعني لا في الذوق احنا كده يعني. لا حد انا حاسس ان انا في الذوق يعني. يعني عايز تسيب الحاجه بعد ما نموت. لا وبعدين انا بعامله كاخ وبيت واحد وعيله واحده وكده. عادي مفيش فرق بيننا والله العظيم. هو مش عارف يفرق ان هو احنا خلاص بين عيله واحده. هيكلمه في مشروع بياخد الموضوع هزار. ده انت عندي انت احمد. هو بابا مش مركز في المشروع ومركز في الشنطه. قفل معايا كده. سقف عليك. انتوا متفقين مع بعض يا جماعه. انا حاسه بحاجه غريبه. انا ما عدتش مجمع ولا انتوا فاهم حاجه. انتوا متفقين مع بعض. انت برضه مش عايز. يا عم انت حالكم كلها غريبه وحالكم كلها غريبه من ساعه ما دخلت. هيحصل منكم كده. يعني عبده وشيماء فعلا اهل الكرم وانتوا اهل الكرم. ايه ده؟ ايوه خليني بقى ابدا اجمع كده. ايوه عماد اتعلم كده فين؟ يبقى كده صح. انا كاميرا ورا الازاز. انتوا حطوا كاميرا في بيتنا. امال انا قاعده مع ماما مقبوله بره ليه؟ كوبايه ميه يا احمد استنى ريقنا. حبيبي ده انت شربت ربع والله كوبايه. العظيم عمال اضحك اقول له بقى شايفها كروليه ولو ده
حبيبي والله. انا بعمل المقلب ده وانا عماله اضحك. ايه يا عم الكاميرا اهي. ايه ده، هو ده البن؟ والله فم ده بن جاي من مطحن. ده اوريكم انا عبيت ايه. هذا شيش. يا جماعه انا مكسوفه من نفسي. ايه المنظر اللي ايه ده يا شيماء ده؟ ده شويه اللي احنا عبيناه ده. يا ده كلام. خراشي، انا اول مره اقطع احمد ربنا ان انا اعصابي ما غلطتش. بسم الله. تعرف عني كده؟ بيني وبينك ما صدقناش، بس ما كنتش اعرف ان في كاميرا، بس قلت انتوا الاثنين اكيد متفقين. بس احنا قلت احنا عيله واحده بقى فبناخد راحتنا معاكم. بضحك من ساعتها اقول اكيد هم عاملين فينا حاجه لان انا ما فكرتش ما كانش موضوع ان في يكون في انا كاميرا. عماله اضحك اقول لا انت المشاريع ما عجبتكش. خد يا شباب صوري. مشاريع أكاديمية لا انت المشاريع ما عجبتكش. لا كل كده. لا. بس لا وأناني. بس انا لما قلت لك نجيب بيض. كنت عايز اقول لك نجيب بيض واحنا هنتصرف انا وانت نعرف نخليه في اسم، بس انا قلت لا اما اشوف عماد لسه بيهزر ولا بيتكلم كده. لا هو مشروع الفاكهه. انت سألني جبت انت الفاكهه وانت متغير. فاكر كده انا ما شفت ده، انا ما جبتش فاكهه، ده انت لو فتحت لك مزاج واحده فاكهه. هنا وتلاقي الباقي لكن واحده هنا وتلاقي ايه ده عمرها ما تحصل. بقول لها احمد بيقول البن وشه انا اقسم بالله. لا والله. أيوة. قاعد عامل كده اهو. بص يا شيماء. ايوه عمل كده. ايوه كده جميل يا جماعه الخير، والله انا قاعد اعمل كده عمال دماغي تودي وتجيب. طب ممكن مثلا هي لقطه وهيرجعوا طبيعيين. طب انما كل مره كل مرحله بتشدوا فيها اكتر. يا جدع المشاريع خدتني يا جدع. عايز اتكلم اللي انت- المكسب جاي. انا بتاع كتاكيت. بص يا عماد هما ما يعرفوش على فكره كيس الفاكهه ده اساسا من قبل ما احنا ما ندخل الفيلا وقفنا جمانه وحنين على جنب بتاليا لانها كانت اصلا عايزاه. يعني هو الكيس اصلا كان هيتاكل قبل ما نجيلكم. والله. مين اللي بايع لكم فاكهه فارط انت؟ انا جايب لهم من الثلاجه من عندكم ثواني انا اتصدمت لما لقيتها بتقول لي حط لي الكيس. لا مقامهم اكبر من كده انا والله يا اكتر جماعه. واحد الصدمت. اخرج يا عمده هات لهم شنطتهم. لا ثانية اخرج بس انت- ثواني لا، هات استنى. شنطتهم بسرعه يا لا عمده. استنى. انتوا جايبين يعني انتوا جايبين فاكهه وجايبين لنا من كل حاجه. ما هو دوت. يا عم ما تجيبهاش تعالى ما كناش عايزين لا فاكهه. استنى هو تعالى يا اخي تعالى الفاكهه. انا وقفت البنات اصلا على جنب واحنا بره بنقول المقدمه وقعدنا بقى ناخد منها حبه حبه. الله الله الله. بس مالناش دعوه، احنا ما عادش تكلموها. الناس اللي جايه تزرع كاميرات في الفيلا عندنا دي كل يوم. انا ساعه ما شفتهم عمال في حاجه مش طبيعيه وفي حاجه مش طبيعيه. شيماء عماله بتعمل ايه؟ بتقول لا بتقول ايه؟ ما فيش هنا حاجه غير البيبسي غير الفيروز. قلت لها في بيبسي. قالت ما تجيبوا بيبسي. في ايه ده؟ عمرها ما هتسمع مني. ولا عماد اللي بيقول قهوه هات قهوه قهوه ازاي؟ لا وانت بتقول لها معموله عموله بتقول معمول ايه؟ بيقول لك مطحن اموله فانا بقول له مطحن اموله. بتقول لي وانت فتحت مطحن. اموله شفتي انا شديت منك. اه ازاي؟ ليه انت بتشد الكيس مره واحده؟ انت جبت الطبق مع الكيس ازاي؟ هي قالت هات الكيس. اه الحمد لله. هي قالت هات الكيس. هات الكيس بتاع الفاكهه. هات الكيس وانت جايه يا اموله. قلت لا انا الكيس جايبه بتاع لك كيس. الفاكهه. كيس الفاكهه. ما انا بقول لها هاتي كيس الفاكهه ده. الكيس بقول لها هاتي الكيس ده فاضي فاضي عشان اعبي فيه عشان كنزات. تعبي الحاجه. خد بالك امال انا هقعد وهعبي في ايه؟ احلى فاكهه عليك يابا. بص طبعا العنب ده اساسا ماما فاديه. جاي كل حاجه. بص والله انت تابع على فكره. وشويه تفاح اهم حلوين. وشويه موز بقى. بص على مقامك على موز. الله يخليك يا حاج. الفصل الوحش ده. انا شكيت في الاول وفي انا الاخر قالت اتأكدت. حاجه الله بيعملوا ايه؟ ده عمرها ما تحصل. انا شكيت في انا ما الاول وفي عنديش الاخر شك من اتأكدت. الضحك انا وماما فاديه بصراحه. ماما فاديه لا بس انت بتضحك. اتكلت في الاول. في الاول اتاخد يا شيماء. بص اتاخد. وعرق كده ايوه فعلا. وشال يبلع ريقه. ده عمده بديك ال في ايه؟ والاخر اداك واحد. قال لي زي العسل خدتها منه يا ماما معلش. انا خدت اللقطه في الاول. ايوه. بس بعد كده اتعدلت بقى. لا انا بس حبايبي احلى عيله في الدنيا. يا رب يكون مقلب النهارده عجبكم وشجعونا بقى كده في الكومنتات. احلى اصحاب واحلى عيله. عيلة عبد شيماء. باي.